ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده هنعمل معاكم سمك الشخوره زي ما انتم شايفين اهوت. هنقليه. انا كنت عامله لكم السمك المكاريلا قبل كده صينيه، فقلنا نجيب بقى الشخوره ونجربها ونوريها لكم، طريقه سهله وحلوه قوي، وقلنا تغيير برضك في الاكل وكده. جبنا كيلو سمك اهو زي ما انتم شايفين، هنعمله قلي. وجبنا بقى خيار، وجبنا جرجير وبقدونس. ودلوقتي بقى ايه، هننضفه ونرجع لكم تاني. وهنعمل بقى جنبه حبة رز ببصلة كده وطبق سلطة وهنقضيها الحمد لله. يلا بينا بقى ننضفه ونرجع لكم تاني. كنت نضفت السمك زي ما انتم شايفين اهو، زي الفل زي الفل. وعملت له الدقة بتاعته اللي هحشيه بيها، اللي هي هرسة الشطة وتوم وملح وكمون. هي دي اللي انا هحشي بيها السمك. وكده بقى تبلته، ورحت جايه حاطه بقيه التتبيله بتاعته على الوش كده عشان كله يبقى مملح كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. حضرت بقى الدقيق بتاعنا اهو، هبتدي بقى ايه اخده واكون حطيت دلوقتي طاسه على النار عشان وفيها زيت عشان الزيت يكون سخن. هبتدي بقى ايه ابدر السمك كده زي ما انتوا شايفين. انفضه من الدقيق كده وابتدي ايه احطه كده في طبق تاني. معلش عشان انا ايه بصور بايد وبعمل بالايد التانية، فايه اعذروني يعني لو حاجة ايه اتكبت على الرخامة يعني ولا حاجة اهي. نكمل بقى الكمية كلها ونرجع لكم تاني. وبعد ما بدرناه زي ما انتم شايفين حطيناه اهو في الطاسة. وكده بعد ما السمك بتاعنا قليته زي ما انتم شايفين اهو زي الفل زي الفل، جبت بقى حله ورحت جايه فيها معلقتين زيت كده، ورحت جايه مقطعه بصلتين حلوين كده، وهبتدي بقى ايه اعمل الرز بتاعنا. والبصله هي اللي حمرا مش محروقه يعني. ورز السمك بيبقى غامق شويه بعد ما اتحمر خالص. رحت نازله بقى بالميه بتاعته، انا عامله 4 كوبايات رز، حطيت 4 كوبايات ميه، ورحت مقطعه طماطمايه كده صغيره بيدي طعم حلو في الرز وكده. ورحت حاطه بقى ايه الملح بتاعنا، وهروح اغسل الرز واجي اسقطه. وكده بقى رحت جايه نازله بالرز بتاعنا كده زي ما انتم شايفينه. هقلب بقى كده تقليبه حلوه كده، وبعد كده اغطي عليه واسيبه بقى ايه يستوي، واروح اعمل السلطه. عندي جرجير اهوت وبقدونس والطماطم، وادي الخيار هكمل تقطيعه بقى ونرجع لكم تاني.
وكده بعد ما خلصنا الغدا بتاعنا قلينا السمك اهوت، وعملنا الرز الصيادية، وعملنا رز وعملنا السلطة، وعملنا منه المشوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مرة يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم منوعات مطبخ ايموني. باي باي.